مفيش شك ان الاهلي دايما كعبه عالي على الاسماعيلي، وده مش كلامي، ده النتائج كلها بتقول كده. لكن المعروف في عرف كرة القدم ان كل مباراة بيكون لها ظروفها. رغم ان الاسماعيلي واقع حرفيا وبتغلب من طوب الارض، الا ان في ذهن كل اهلاوي بيجي قدام النادي الاهلي وبيعمل فيها الفريق الصامد. اللاعبين الذين يبذلون قصارى جهدهم، وكأن هذه المباراة هي تتويج الإسماعيلي بالدوري أو إنقاذ الإسماعيلي من الهبوط من الدوري. ولنا في آخر نسختين أو ثلاثة عبرة. اللي يضايقك إيه بقى؟ مش ده كله، إن كولر جاي يستبعد 10 لاعبين قبل مواجهة الأهلي أمام الإسماعيلي اليوم في 7 مساء على برج العرب. 10 لاعبين بيستبعدهم كولر، وفي لاعبان خلاص اتضموا النهارده للقايمه. بكلمكم والله وعندي برد، يعني ربنا يشفينا جميعا، ولكن عشقنا وحبنا للاهلي وفي مثل هذه المباريات لازم اكون مع حضراتكم كواحد من الجمهور بيقول رايه وبيتقبل راي الاخرين. هنا بنحترم بعض، هنا بنقدر بعض، هنا عادي مشجعين، لسنا اصحاب ورقه وقلم وكرفتات ومحسوبيات، واللي يدفع اكتر نقول له اشطر والكلام ده كله. شهاده لله بطلع زي اي واحد بيقول وجهه نظره قبل وراه وبعدها. قولوا لي توقعاتكم ايه لمباراه اليوم. الاهلي هيلاقي الاسماعيلي، والزمالك هيلاقي بتروجيت الساعه 4 عصرا. الزمالك معاه 26 وبتروجيت معاه 17 نقطة. الأهلي النهاردة فرق بينه وبين بيراميدز نقطة واحدة، وما زالت هذه النقطة هي يعني من تعطي الحماسة وتعطي الجو اللي هو الكروي بمعنى صح، المنافسة وشعلة المنافسة. ولكن مسألة وقت والأهلي هيرجع لمكانه الطبيعي. نشوف مين المستبعدين وقول لي رأيك. انا هبدأ باول واحد اللي انا ما اعرفش امتى هيشارك، يعني هنشوف في الوقت اللي بيقول له انزل جري رجلك فيه ولو 10 دقايق. علي معلول اللي تعافى واللي ربنا شفاه وتمشي فيه على خير واللي خلاص عمل كل حاجة. قول له شارك، قول له فرجني على نفسك، قول له فرجني على جمال خطوتك مثلا. لا، استبعاد علي معلول لاسباب فنيه. ادي واحد. العش الايقاف بعد الطرد الاخير. و كريم فؤاد عارفين ما زال الغياب يطول، وما زالت يعني قائمه الاصابات ممتلئه زي ياسر ابراهيم، يعني برضو ياسر مصاب. عمر كمال عبد الواحد اللي طول. البعض هيقول لي ماشي، طب في اصابه، في واحد طرد، طب اللي زي علي معلول، اللي زي علي معلول هيشارك امتى؟ هو كفايه على جددنا له وخلاص، هو جبر خواطر وتطيب خاطر. ما هو اللي زي ده لازم طالما يحيى عطية الله في قائمه المستبعدين، ورضا سليم في قائمه المستبعدين. اسماء يا جماعه، اسماء تقيله مش سهله. على كل حال الاهلي بمن حضر والموجود بسد. عوده وسام ابو علي لقائمة النادي الأهلي اليوم، وعودة خط ظهر النادي الأهلي أشرف داري اللي نال على إعجاب كثير من جماهير الأهلي، بس بترجع الإصابة تبعده تاني. لا قدر الله لا قدر الله، هل هنشوف أشرف داري هو نسخة من محمود متولي؟ ربنا بيقولها يا رب. إن شاء الله المباراة تكون النهاردة ممتعة، تليق بالنادي الاهلي الاكثر تتويجا في قاره افريقيا، وبالاسماعيلي المعروف عنه برازيل العرب
رغم انه بقاله فتره من السنوات الاخيره لم يقدم ما يليق بالنادي الاسماعيلي. بشكركم جدا، انتظرونا دائما وابدا، دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.